عليكم. سعيد إن أنا أكون معاكم. والله أنا ما بعرف أتكلم سنة، أنا بعرف أتكلم في الدراما، يعني داخل النص. اديني شخصية بظبطها، لكن أمسك المايك كده ما بعرف. تجربت الحاجة دي بس صح؟ لكن الحاجة اللي أقولها إنه أنا دائما بكون سعيدة لما أشتغل مع أستاذ، ما عشان قدام ولا تصير تريد زي ما بيقولوا، لكن لأنه لا والله هو إنسان مرن جدا، غير قالوا صعب لكن هو مرن جدا مستقيم جدا وبيقبل الرأي الآخر. يعني أنت بأي ملاحظة أنت أي شيء بتقوله له بيقبله بيستقبل الرأي، بيعامل الناس باحترام جدا. بجد بيعامل الناس باحترام عالي جدا، يعني ما بعايل عنده ده ممثل كبير ولا بيصير، الناس كلهم عنده فنانين وبيشتغل باحترافية عالية جدا. وأنا كنت سعيدة إنه أنا لقيته من ضمن كم عمل، سعيدة إنه اختاروا لي أعمال معه، وكان يصير تتواصل معه. شكرا لكم. سميرة والله كان مسلسلين انتشار يا جماعة. تاني بكرر ساعات فيه وبشكر طبعا مركز الحكمة ومركز الحكمة، وإن شاء الله نشوفكم في ندوات قريبة عن أعمال سودانية بقى، سواء مسلسلات درامية أو سواء أعمال سينمائية أو أي نوع من أنواع الفنون الأخرى. إحنا متحيزين ومتحمسين لكل ما هو فن. ليلتكم سعيدة إن شاء الله. شكرا يا استاذ محمود. استاذ محمود يا جماعه اي حاجه قاعدين تشوفوها على الاعمال السودانيه في قنوات نايل سينما او نايل قنوات النايل كلها تكون وراء استاذ محمود. مهتم جدا بالسينما السودانيه وهم قاعد يكون دائما ورانا. شكرا يا استاذ محمود وشكرا شرف ليا. انا بحب السودان والفن السوداني والمزيكا السوداني بصراحه. انا من الناس اللي دارسين موسيقى وبعزف عود بقالي 33 سنه ومتيم بالمزيكا السوداني، بحبها جدا يعني. نشكر ايمان يا جماعه. ايمان خالص ايمان دي احمل المواضيع دي كلها والتمثيل دي كلها. شكرا يا ايمان. انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا لك كثير استاذ محمود على حضورك وتشريفك لنا. شكرا استاذ محمد الضيف الفنان الجميل. شكرا للممثله انتصار بيرين. شكرا لكم انتم كلكم اللي شرفتونا لبيتوا الدعوه.